سؤال النهاردة من أم ولد عنده 14 سنة. ابني مش مهتم بالمذاكرة خالص. النهاردة المستر طرده من الدرس بسبب إنه مش عامل الواجب. إيه هو أنسب عقاب للسن ده؟ قبل ما نتكلم في عقاب لابن حضرتك محتاجين نفهم هو ليه مش بيذاكر ومش بيعمل الواجبات اللي عليه. هل هو بيعمل كده من باب الإهمال وتضييع الوقت على الموبايل مثلا وخلاص؟ ولا يمكن مش فاهم الدروس اللي عليه؟ ولا يمكن عنده نوع من أنواع صعوبات التعلم؟ ولا جايز فيه حاجة في البيت بتعطله عن المذاكرة؟ عنده اخوات صغيرين مثلا بيعملوا دوشة، جو البيت مثلا مش بيساعدوا على المذاكرة والتركيز لسبب ما. ليه بقولك كده؟ لاني محتاجة حضرتك قبل ما تفكري تعاقبيه ازاي تعرفي ايه المشكلة اللي مخلياه مش بيذاكر ومش بيعمل الواجبات، عشان لو عنده مشكلة حقيقية دورك هنا مش انك تعاقبيه، دور حضرتك ان انت تساعديه يحل المشكلة دي. اما لو اتفقنا ان هو مش بيذاكر ومش بيعمل الهوم ورك زي كتير من ولادنا لمجرد تضييع الوقت والقعدة على الموبايل، يبقى في رأيي إن أنسب طريقة تخليه يدفع عواقب ده أو تعاقبيه على الإهمال ده هي الحرمان من المكتسبات، الحرمان من الحاجات اللي بيحبها. وقت الموبايل يقل بقى، رحلة كان نفسه يطلعها يتحرم منها، لحد ما سلوكه وتنظيمه الوقت واهتمامه بمذاكرته يتظبط، وبعد كده يرجع واحدة واحدة ياخد المكتسبات دي تاني. حبيبي أنا مش عايزة أحرمك من الحاجات دي، بس أنت اللي وصلتني لكده بسبب إهمالك في مذاكرتك والهوم ورك بتاعك. واول لما احس ان انت رجعت تلتزم تاني اوعدك ان الحاجات دي هترجع لك، لان انا مش عايزاك تبقى متضايق. اهم حاجة في الموضوع ده الأسلوب والطريقة اللي حضرتك هتبلغيه بيها. ولادنا يا جماعة في منتهى الذكاء وبيحسوا بالفرق، اللي هو زي الفرق بين السماء والأرض، بين إني متضايقة وأنا بعاقبه ومش عايزة أعمل كده ومش عايزاه يبقى متضايق ومش عايزة أحرمه من الحاجات اللي بيحبها، لكن أنا مضطرة أعمل كده بسبب تصرفاته. وأول لما سلوكه ينضبط هرجع له المكتسبات دي تاني وأنا أبقى فرحانة لما أشوفه بيستمتع، وبين إني بعمل كده وأنا شمتانة فيه وفرحانة فيه، لأن الطريقة دي هتخليني مهما عملت يعند معايا أكتر. فالخلاصة لو سمحتي قبل ما تفكري تعاقبيه ازاي فكري كويس واتكلمي معاه، قوليله حبيبي ايه اللي مش بيخليك تذاكر كويس، ايه اللي بيخليك تروح الدرس وانت مش عامل الهومورك اللي عليك، طب اساعدك ازاي نحل المشكلة دي. ولو لقيتيه تقصير احرميه من المكتسبات اللي عنده بالتدريج ورجعيها له لما يلتزم بيها. واهم حاجة في الموضوع الطريقة. وربنا يهدي كل ولادنا يا رب. سلام عليكم.